تخيل شخص كفيف ينط من طيارة في شيكاغو، يسوق عربية في الصحراء وكأنه شايف الطريق، ياخد الدكتوراه من واحدة من أكبر الجامعات في العالم، وبيشتغل مع منظمة اليونيسيف عشان يغير حياة الملايين. مين الشخص ده؟ ده الدكتور مصطفى عطية، الشخص اللي كسر كل الحواجز وأثبت إن المستحيل مجرد كلمة في قاموس الناس اللي ما بتعرفش تحلم. الكفيف يقدر يعمل أي حاجة لو عنده الأدوات اللي يقدر يعملها بيها. ما ينفعش إن أنا أكون خريج جامعة أو معايا ماجستير أو دكتوراه واشتغل عامل أسانسير. ما ينفعش أساوي الراجل اللي عنده إعاقة بصرية بيشحت في الشارع بطه حسين. جربت أعمل داي غطس، جربت أعمل سكاي دايفنج، نطيت من طيارة في شيكاغو، جربت إن أنا أسوق عربية في الصحراء. عايز تعرف إزاي عمل كل ده وإزاي وصل من طفل كفيف لرمز للإرادة والقوة؟ استنى واسمع القصة اللي هتغير فكرتك تماماً عن الحياة. مصطفى كان طفل صغير زي أي طفل، لكن بصره كان غايب عنه. ناس كتير لما شافوه كانوا بيشفقوا عليه ويقولوا إنه مش هيقدر يعيش حياة طبيعية وإن مستقبله هيكون محدود. لكن مصطفى كان ليه رأي تاني تماماً. من أول لحظة كان عنده إيمان بقدراته ورفض إنه يخلي إعاقته تحدده. دخل مدارس المكفوفين وكان دايماً في المقدمة، مش بس في دراسته لكن في كل حاجة كان بيعملها. في مقولة بتقول ليس كل فاقد البصر فاقد البصيرة. ايه رأيك فيها؟ صحيح، ربنا قال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وربنا ما اتكلمش أي مرة على العمى غير لما اتكلم على عمل بصيرة وليس عمل بصر. مصطفى كان بيشوف إن مفتاح النجاح هو إنك ما تستسلمش وتبدأ، وإنك تكون مستعد تواجه أي حاجة تقف في طريقك. لما مصطفى خلص الثانوية العامة حلمه كان كبير، كان عايز يدخل كلية الإعلام. كتير حاولوا يقنعوه إنه مجال صعب عليه، لكنه قرر العكس. دخل كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة حلوان، ودرس بجد واجتهاد. كان دايما متفوق وبيحاول يثبت لنفسه ولكل اللي حواليه إنه قادر يحقق اللي هو عايزه. كان نفسي اشتغل في مجال الاعلام والاذاعه والكلام ده. فقلت انا هدخل كليه اداب انجليزي لان في كتير قوي من المذيعين اللي احنا نعرفهم والمشهورين يعني كانوا خريجين كليات الاداب. بعد التخرج مصطفى ما اكتفاش، قدم على منحة ماجستير في المجلس الثقافي البريطاني وسافر انجلترا. تخيل شاب كفيف في بلد غريب بيبدأ من الصفر، لكنه ما خافش. بالعكس، اعتبر السفر ده فرصة جديدة انه يطور من نفسه ويشوف العالم بشكل مختلف. بعد الماجستير قرر مصطفى يكمل دراسته وقدم على الدكتوراه في جامعة ليدز، واحدة من أفضل الجامعات في العالم. درس الإعاقة والتنمية الشاملة وحول كل حاجة بيعيشها لتجربة اتعلم منها ويعلم بيها غيره. اشتغل في مشاريع عالمية وسافر أمريكا وهولندا وبلاد كتيرة جدا، وكان دايما بيبهر الناس بإرادته وطموحه اللي ما بيعرفش حدود. مصطفى مش بس كان أكاديمي، كان بيحب التحديات. وفي يوم من الأيام قرر يعمل سكاي دايفنج في شيكاغو ونط من طيارة رغم إنه ما بيشوفش. الناس اللي حواليه كانوا مذهولين، لكنه قال أنا عايز أثبت لنفسي إن أقدر أعيش في حياتي بالكامل وأخسر أي خوف ممكن يقابلني. وفي يوم تاني قرر يسوق عربية في الصحراء. كفيف وساق عربية. الناس قالت له مستحيل، لكنه عملها. مصطفى كان بيقول دايما إن العائق الحقيقي في عقولنا مش في أجسامنا. الكفيف يقدر يعمل أي حاجة؟ الكفيف يقدر يعمل أي حاجة لو عنده الأدوات اللي يقدر يعملها بيها. يعني أنا أفتكر كويس قوي في الجامعة قبل وجود التكنولوجي وانتشارها، أنا كنت أقابل واحد زميلي يقعد يقرأ لي الكتب ويذاكر لي ونسهر طول الليل نعمل سكان للكتاب عشان نقراه ما بين يعني في الوقت اللي فيه الطالب اللي ما عندوش إعاقة نايم في بيتهم ما بيعملش أي مجهود. دلوقتي مصطفى بيشتغل استشاري مع منظمة اليونيسيف وبيساعد في وضع خطط لدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. بيغير حياة الملايين ويثبت إن كل إنسان عنده قيمة وإن النجاح ما بيعرفش حدود. حاليا بشتغل مع اليونيسيف، المكتب الإقليمي لليونيسيف يعني استشاري بساعدهم في وضع خطة إقليمية للإعاقة والدمج. الدرس الكبير اللي ممكن تتعلمه من قصة مصطفى هو إن الإرادة هي كل حاجة. مش مهم الظروف ومش مهم العقبات، المهم هو إيمانك بنفسك وإنك تكمل طريقك مهما كان صعب. لانك انت لو ما عندكيش اراده مش هتبقي موجوده النهارده وبتسجلي برنامج وعملتي مجهود ودرستي وغيره. اكتر حاجه بتحقق الفشل في المجتمعات ان احنا نقيم بعض، وده ملوش علاقه بس بالاعاقه. دي ست مش هتقدر، ده راجل كبير في السن مش هيعرف.
ده شخص كفيف مش هيعرف. استاذ وانت بتعرف تستعمل التليفون؟ انا بقى ماسك تليفوني والاقي واحد مد ايده ويرد لي على المكالمه. يعني هو شايف ان هو كده بيساعد. عشان كده دايما نقول لما تحب تساعد حد تعمل ايه؟ تساله الاول، اساله هو عايز يتساعد ولا لا. انا ممكن ما اكونش عايز المساعده دلوقتي. النظره السلبيه دي دايما بتحطم النجاح. ما ينفعش ان انا اكون خريج جامعه او معايا ماجستير او دكتوراه واشتغل عامل اسانسير، او اشتغل وظيفه لا تليق مع مهاراتي وقدراتي، او يقولوا لي انت مش هتعرف تفتح بيت لانك شخص عندك اعاقه بصريه، او يقولوا لي انت مش هتعرف تبقى مدير. فاحنا محتاجين نغير القوالب النمطيه دي عشان الناس دي فعلا تعرف تاخد مكانها الحقيقي اللي يليق بيهم في المجتمع. الدكتور مصطفى عطية هو مثال حي على إنك تقدر تحقق المستحيل حتى لو كنت بتبدأ من الصفر أو حتى من ظلام. ما تخليش أي حد يقولك إنك ما تقدرش. الحياة مليانة تحديات لكن كمان مليانة فرص، وإنت الوحيد اللي تقدر تختار إزاي تعيشها. إذا مصطفى قدر يبقى إحنا كمان نقدر.